ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي. حبايبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل كفته رز عشان نخزنها لرمضان. تمام. هنا معايا نص كيلو من الرز المصري العادي. غسلته وسبته على صينيه لغايه لما نشف، وبعدين طحنته. بقي معايا دقيق رز زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. هنزل عليه بنص كيلو من اللحمه المفرومه. هنا هنعمل احلى ما في كفته الرز، هنعمل نص كيلو لحمه، هنعمل قبلها نص كيلو رز. ربع كيلو لحمه هنعمل قبلها ربع كيلو رز. تمام. طيب هنزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه، عليها بصلايه متوسطه، وحزمه من الخضار بتاعي اللي هو شبت، بقدونس، كزبره، و 4 فصاص من التوم لو عندك التوم اللي هو العادي، لكن انا مفرزه توم فنزلت بمعلقه صغيره من التوم. والبهارات بتاعتنا ملح، كزبره ناشفه، وده ضروري تحطي فيها كزبره ناشفه، بتخلي الكفته طعمها تحفه. ملح، كزبره ناشفه، فلفل اسود، و7 بهارات. هنقلب كده كل الخليط بتاعنا ده مع بعض، وبعدين هرده في الكبه تاني. هنرجع نديله فرمه تاني في الكبه. لو ما عندكيش كبه، ممكن اللي الراجل الجزار اللي بتقطعي من عنديه لحمه يردها لك تاني في المفرمه، بحيث كل المكونات تدخل في بعض. اهو بقيت معايا عجينه بالشكل ده. هجيب زيت، شويه من الزيت، وهدهن ايدي بشويه من الزيت، وهصبع الكفته بتاعتنا. ما شاء الله هي بتطلع كميه كبيره جدا. على فكرة ممكن تتفرز كده. انا رمضان اللي فات كنت مفرزاها كده من غير ما احمرها. لكن انا السنه دي ان شاء الله هحمرها. فرزتها السنه اللي فاتت من غير ما احمرها، كانت حلوه جدا وجميله، وللامانه منقذه يعني لدرجه رهيبه. اهي كل الكميه اللي طلعت معايا. بشويه بطاطس تسقطي فيها 3 4 صوابع كفته، مع شويه رز بشعريه، شويه سلطه، وادي الفطار بتاعك تحفه جميله. ممكن تعملي جنبيها صينيه مكرونه بشاميل. بصراحه تحفه ومنقذه. دي الكميه. واخر كانت طاسه معايا اهو. دي كل الكمية اللي طلعت معايا. هي بتطلع كمية حلوة جدا. وادي شكل الكفتة بتاعتنا من جوه، وطعمها كان خطير. اهو انا دلوقتي هشيلها في علب بنجيبها من بره، وهحطها في اكياس تلاجة. المتوفر عندك حطي فيه. انا العلبة دي كان ابو حور جايب لنا فيها حاجات من بره، فكانت عندي غسلتها واستخدمتها يعني.